من الوصفات الحلوة المنتظرة اللي دايما بنصح بيها وكذا حد سألني عليها وبتكلم عنها كتير في وصفات كتير بعملها، هي الصلصة البيتي المركزة. وأنا بعملها بطريقة سهلة جدا، ما بتاخدش وقت. دي حاجة. تاني حاجة، أنا ما بشيلش منها أي حاجة وما بصفيهاش، وبتكون خفيفة ومش بتجيب حموضة ولا أي حاجة. نبدأ على طول في الوصفة، وأنا كل المقادير وكل الشرح برضو مكتوب على الشاشة وفي الكومنتس. الكمية دي كانت 4 كيلو من الطماطم، وبقطع معاها 4 ثمرات من الفلفل الأحمر، ممكن تزودوا لو عايزين. الفلفل اللي هو البلدي، لو مش متوفر يبقى الفلفل الأحمر الرومي. ومعاه حوالي ربع كوباية من الخل، أقل مش أكتر، يعني يا ربع كوباية أو أقل شوية. برضو ربع كوباية من الزيت، ومعلقتين من الملح، معلقتين سكر، ومعلقتين بابريكا، وبس كده. وبعد كده بنقلبها وبنحطها على النار تغلي. بتبقى في الأول على نار عالية، وبعد كده بنهدي النار. لما بتستوي بقى خالص وبتبقى طرية، كل المكونات طرية، بنبدأ ان احنا نعملها بالهاند بلندر. لو ما فيش هاند بلندر ممكن نحطها في الخلاط، بس طبعا اللي عنده ده بيكون اسهل، لان احنا بنشتغل في الحلة على طول. هنطحنها او نخلطها كويس جدا جدا، هنهرسها يعني كويس جدا جدا لغاية ما يبقاش فيها اي كتل. وبعد كده هنوطي النار عليها جدا خالص بقى، تبقى كده هادية لغاية لما تتسبك تماما. هي دي كده خلاص اتهرست كويس. هنسيبها بقى على نار هادية تاخد وقتها خالص براحتها، مع التقليب كل فترة عشان بس نتجنب انها تتلسع او تتحرق او كده، لغاية لما يبقى ده شكلها. بصوا اتكثفت ازاي، والحلة ما فيش حاجة لزقت فيها ولا اي حاجة. شكلها زي الجاهزة بالظبط، تقيلة زيها، وبجد خطيرة جدا ولونها حلو جدا جدا. هنبدأ بقى نحطها في برطمانات معقمة. اللي انا بعمله ان انا بحط كمية في برطمان، وده بيكون اللي بشتغل منه وبحطه في التلاجة. الباقي انا بحطه في اكياس فريزر، وبطلع منها الهواء، ودي حاجة مهمة جدا، وبقفلها. ووقت لما بحتاجها بطلعها وبستخدمها. بالنسبة للبرطمان اللي هشتغل بيه، نحط زيت على الوش عشان بس نحافظ عليها أطول وقت ممكن. ده هنا الكيس بتاع الفريزر اللي انا بحط فيه باقي الكمية. طبعا ممكن تعمل اكتر من كيس، وبشيله في الفريزر لوقت لما احتاجه. وبس كده. الوصفة ما خدتش وقت، هي يمكن بتاخد وقت في طبخها وفي تسبيكها، لكن اقصد ان خطواتها بسيطة، وحقيقي يعني تغنيكوا عن ان انتوا تشتروها جاهزة. توفير على فكرة كمان في الفلوس لانها بتعمل كمية حلوة. فياريت تجربوها، لان بجد دي صحية اكتر، وطعمها حلو جدا في الاكل ولونها حلو جدا. فاتمنى تجربوها وتقولوا لي رأيكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان تشوفوا كل الوصفات.